السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كسكسو بالبلبولات الشعير. البلبوله صحيه وكتجي لذيذه بزاف. صايبت الفيديو بطريقه مفصله. تابع معايا الفيديو، كنتمنى انه يعجبكم. عندي هنايا البلبولات الشعير، خديت تقريبا واحد 3 زلايف ديال قياس الحريره ديال البلبولات الشعير. وعندي هنايا الخضره ديال الكسكسو، خضره مخلطه. عندي هنايا 4 ديال المطيشات محكوكين، والخضره ديال الكسكسو الربيع دابا، يعني الخضره ديال الكسكسو متوفره، القرعه حمراء، الفول، الخرشف، اللفت بالانواع ديالو، خيزو، قبطه ديال القزبر ومعدنوس. وعندي العطريه، معلقه كبيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه كبيره ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال البزار. عندي معلقه صغيره ديال السمن، بصله كبيره، وواحد القبيطه صغيره اللي غادي نقطعها باش غادي نقلي اللحم. وعندي زيت الزيتون، ضروري زيت الزيتون في البلبوله، كيعطي واحد النكهه رائعه. اول حاجه كنبدا بها هي البلبوله. كناخذ البلبوله كنرشها بالماء، تقريبا بواحد 2 كيسان ديال الماء، قياس كاس العنبه. ما كنكثرش عليها الماء، خاصه انا عندي هاد البلبوله رقيقه، يعني ماشي ديك البلبوله الغليظه اللي كتشرب الماء بزاف. فدرت ليها 2 كيسان ديال الماء قياس العنبه، وغادي نخليها، يعني نغطيها ونخليها حتى تشرب داك الماء اللي درت. عاد غادي نديرها تفور. غادي نطيب. خديت هنايا اللحم ودرت عليه واحد الكرداسه كانت عندي. غادي درت السمن ودرت البصله، قطعتها وقطعت داك الربيع. وغادي ندير يعني واحد شويه ديال المطيشه، ونخلي يعني الكميه اللي تبقات غادي نخليها حتى ندير الخضره. درت العطريه، وغادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وغادي نديرها تقلى. درت البرمه، يعني غادي نطيب الخضره بوحدها، والبلبوله غادي نديرها في البرمه، حيت البلبوله كتبغي الطياب بزاف، فمن الافضل انني نديرها في البرمه باش تاخذ راحتها في الطياب. غادي نحلها هكا غير بيدي، يعني شربات داك الماء اللي درت، ودرت البرمه راه هكا باش يسخن داك الماء. وغادي نديرها تفور، غادي نخليها تفور تقريبا واحد 3 ساعه، نخليها تفور مزيان. درت اللحم كيتقلى، من بعد غادي نضيف عليه شي شويه الماء ونخليه يطيب غير واحد ربع ساعه. عاد نضيف عليها الخضر، لان اللحم يعني طياب شويه. الخضره ها هي قطعتها، والخرشف سلقته غير واحد 5 دقائق باش حيدات منه ديك الخضره. دازت 3 ساعه، يعني طلعت الفوره في البلبوله مزيان. فغادي نحيدها وغادي نحلها هكا غير بالفرشات، لانها سخونه بزاف. الا قدرتوا نتوما بيديكم ديروا ايديكم. غادي نحلها وغادي نبدا نضيف في الماء غير بشويه بشويه. انا ضفت تقريبا في هذه الفوره هذه 2 كيسان من هذا القياس ديال هذا الكاس ديال الماء اللي كنشربوا فيه الماء. ضفت 2 كيسان، كنبقى يعني ندير الماء ونحرك حتى كنحس بالبلبوله بدات كتبرد شويه. عاد كنبدا نخدم بايدي لان ما كنقدرش على السخونه بزاف. اللحم داز واحد ربع ساعه. ضفت عليه الخضره ودرت البلول الكافي باش يعني باش نسقي هذا الكسكسو، حيت البلبوله كتبغي تسقى مزيان لانها كتشرب بالزيت. صافي غادي نضيف 2 كيسان د الماء كيف قلت لكم، وغادي نحلها مزيان بيدي ونرجعها تفور، نخليها تفور مزيان، نخليها تفور واحد 3 ساعه اخرى حتى نص ساعه، يعني حتى كطيب على خاطرها. والخضره حتى هي كطيب، درتها بوحدها كيف قلت لكم لان البلبوله كتبغي طياب بزاف. منين داز واحد 25 دقيقه تقريبا خليتها، غادي نعاود نحلها بحال ما هكا، وغادي نعاود كيف بنفس الطريقه. غادي ندير الماء. هاد المره درت بدلت الكاس، درت كاس د العنبه. درت 3 الكيسان ديال الماء، وغادي ندير حتى زيت الزيتون. زيت الزيتون ضروري في البلبوله، كيعطي واحد النسمه رائعه. يعني كل البلبوله كتبغي زيت الزيتون. فدرت تقريبا واحد 4 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، كتعطي نسمه يعني رائعه ديال زيت الزيتون. صافي غادي كيف قلت لكم درت دابا واحد 3 الكيسان. صافي غنحلها مزيان، غادي نغطيها غير واحد 5 دقائق، غير تشرب داك الماء وداك الزيت اللي درت. وغادي نرجعها تفور، ما غاديش نخليها تفور بزاف، غير واحد 10 دقائق صافي. وغادي تكون واجده لانها صافي يعني مشات طابت. غير غادي نغطيها، من بعد غادي نخليها تفور نحلها هكا ونديرها تفور واحد 10 دقائق حتى لربع ساعه، وغادي تكون موجوده الخضره واللحم راه طاب. صافي منين غادي تطلع الفوره غادي نحط الكسكسو ديالي. هذا هو الكسكسو ديالي بالبلبوله. كل سيده يعني كتحطو بالطريقه اللي كتبغي. قطعت الكرداس باش كل واحد يجي قدامه، يعني طرف ديال الكرداس ومع اللبن والدساغ. كتجي رائعه بزاف وصحيه يعني والمذاق ديالها صراحه رائع. الى عجبكم الفيديو كيف ديما ما تنساوش ديروا لي جيم، ولا ما كنتوش معايا في لاشين تابوناو معايا باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي. وشكرا على المتابعه.